السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي مستر فلاح، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الأسبوعية الخاصة بتوقعات الطقس في بلادنا إن شاء الله. إذن متابعينا الكرام، أجواء في هذا الأسبوع إن شاء الله غتكون مستقرة، مع احتمال بين الحين والآخر بعض رعدة ضعيفة في مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، يعني نشوفوا جميعا من خلال الانيماسيون. يتضح أن شوية في الضفة الشرقية كاين احتمال تكون هذه الليلة، هذه احتمال تكون سحب ممطرة يعني بعض القطرات فقط. بالنسبة للغد إن شاء الله أجواء مستقرة مع أجواء حارة. متابعين الكرام نشوفوا درجة الحرارة بعد قليل. إذن الثلاثاء أيضا أجواء مستقرة، الأربعاء أيضا أجواء مستقرة مع ظهور في مرتفعات الأطلس الكبير احتمال رعدة في الأطلس الكبير كما تلاحظون مشاهدينا الكرام. يوم الخميس إن شاء الله أجواء أيضا مستقرة مع تحسن في درجة الحرارة، سنلاحظ ذلك إن شاء الله. هنا في يوم على ما أعتقد مساء الخميس كاين تكونات رعدية على هنايا الأطلس المتوسط والكبير. بالنسبة ليوم الجمعة أجواء مستقرة نفس الشيء، احتمال تكونات رعدية على مستوى الأطلس الكبير، مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. كاين بعض السحب الممطرة اللي ممكن يعطيو الخميس شوية أجواء الرباط على ما أعتقد. هنا بالضبط هنايا سحب ممطرة احتمال يعني في الصباح بكري يعطيو بعض القطرات بين الرباط والجديدة، يعني شي حاجة ضعيفة جدا ممكن تبدل مع قادم الأيام إن شاء الله. إذا متابعينا الكرام، نشوفوا درجة الحرارة بخصوص الغد. درجة الحرارة تكون نسبيا أجواء حارة، كما تلاحظون غنفوتو 30 درجة في كل من سوس ماسة. أيضا المناطق الداخلية جنوب الشرقي والمناطق الداخلية ديال العيون الساقية الحمراء ووادي الذهب وبالميم وادنون. الثلاثاء تكون أجواء أكثر حرارة خصوصا في المناطق الداخلية وقليل من الجنوبية كما تلاحظون، تقدر توصل حتى 39 38 إن شاء الله. الأربعاء نشوفوا الأجواء الأربعاء. أيضا الأربعاء أجواء حارة، تحسن غيكون ابتداء من يوم مرتقب من يوم الخميس، وتحسن نسبي باستثناء يعني هنا في الجنوب الشرقي مازال أجواء حارة. فيه الجمعة إن شاء الله تحسن ملحوظ في درجة الحرارة. الله يرحمنا الله يرحمنا، نتمنى تبدل المنظومة الجوية دخول تساقطات في قادم الأيام إن شاء الله. بخصوص متابعينا الأعزاء، حالة البحر هادئ في الضفة المتوسطية وقليل هيجان إلى هائج في الضفة الأطلسية طيلة 48 ساعة القادمة إن شاء الله. بخصوص التسجيلات، رجعت درجة الحرارة ما دون يعني 35، أقل من 35 درجة. أجواء شوية يعني تحسنت شوية، ولكن غترجع عاوتاني ابتداء من الغد. بالنسبة لخريطة اليقظة والنشرة الإنذارية الصادرة من المدير العام للأرصاد الجوية، غنشوفو بالنسبة للسماح مشاهدينا الكرام. يعني كما يتضح لكم غدا المناطق الملونة بالأصفار فيها درجة حرارة شوية مرتفعة نسبيا، والرياح أيضا في أقل من الجنوبية غدير معها العجاجة وجنوب الشرقي والضفة في الوسطى، الغربية الوسطى. يعني هادشي اللي كاين متابعينا الكرام بخصوص النشرة الأسبوعية. ما تنساوش ديروا جيم، طلع حلقة في ديال انتشار المغالطات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.